كأس إفريقيا في المغرب وعقدة المؤامرة. لماذا نبرر الهزيمة بالمؤامرة؟ بينما نتابع مباريات كأس إفريقيا للأمم المقامة حالياً في المغرب، لا يلفت الانتباه أداء المنتخبات داخل الملعب فقط، بل أيضاً الخطاب الذي يرافق بعض الإقصاءات. مدربون وأعلاميون ما إن يسأل عن أسباب الهزيمة حتى يتجهوا مباشرة نحو عوامل خارجية: التحكيم، التنظيم، الجمهور، الضغط، أرضية الميدان، وأحيانا تستحضر كلمة المؤامرة دون تردد. هذا الخطاب ليس جديدا، لكنه بدأ أكثر وضوحا في هذه البطولة. فعندما تنظم التظاهرة في بلد عربي وتقصى بعض المنتخبات العربية، يتضخم شعور المظلومية، ويصبح البحث عن العذر خارج الملعب أسهل من مواجهة الحقيقة داخله. لكن إذا أردنا الحديث بوضوح، المنتخب الذي يخسر مباراة يخسرها في الغالب لأنه كان أقل جاهزية، أو أقل تركيزا، أو أقل كفاءة من خصمه، لا لأن الكون بأكمله تآمر عليه. هنا نستحضر أزمة العقل العربي، حيث إن من أبرز ظواهرها الميل الدائم إلى تفسير الفشل بعوامل خارجية ورفض النقد الذاتي. العقل الذي لا يسأل نفسه أين أخطأت، يسأل فوراً من الذي حاربني. والمشكلة أن هذه الذهنية لم تبقى حبيسة السياسة أو التاريخ، بل انتقلت إلى الرياضة، بل وحتى إلى الإعلام الرياضي نفسه. والأخطر أن بعض وسائل الإعلام بدل أن تقوم بدورها في التحليل والتفسير والتوعية، أصبحت تغذي خطاب التبرير، وتحول الهزيمة إلى قضية تحامل، لا إلى موضوع تقييم. في كأس إفريقيا المقامة حاليا في المغرب، رأينا منتخبات أقصيت، لكنها غادرت البطولة بكرامة، واعترفت بنقاط ضعفها وفتحت باب المراجعة. وفي المقابل رأينا منتخبات أخرى ما إن خرجت حتى بدأت تبحث عن شماعة تعلق عليها إخفاقها. والفرق بين المسارين واضح: الأول يملك قابلية التطور، والثاني محكوم بتكرار الأخطاء نفسها. خطاب المؤامرة قد يريح المدرب لحظة، وقد يرضي جمهورا غاضبا، لكنه على المدى المتوسط يدمر أي مشروع رياضي جاد، لأنه يغيب المحاسبة ويلغي التقييم ويمنع التصحيح. باختصار، ما نسمعه اليوم في بعض التصريحات ليس مجرد رد فعل عاطفي بعد الإقصاء، بل هو انعكاس أعمق في طريقة التفكير. أزمة تجعل الاعتراف بالقصور ضعفا، والنقد خيانة، والمؤامرة تفسيرا جاهزا لكل فشل. إلى كل من يتبنى هذه العقلية: الهزيمة ليست عارا، لكن الهروب من الحقيقة هو العار الحقيقي. لا نهضة رياضية ولا تقدم حقيقي دون شجاعة مواجهة الذات. فكرة المؤامرة قد تسكن الألم مؤقتا، لكنها تعطل التعلم إلى الأبد. كرة القدم مثل الحياة لا تتطور بالشكوى، بل بالصدق مع النفس وتحمل المسؤولية والاعتراف بالأخطاء قبل البحث عن أعداء وهميين.